السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة السينابون بطريقة سهلة جدا واقتصادية من غير مكونات خزعبلية، ويطلع معاكي طري أحلى من اللي بتجيبيه من بره بمراحل. يلا مع بعض نشوف المكونات وازاي هنعمله بكل سهولة من الألف للياء. أول حاجة حلة على نار هادية، هحط فيها كوباية من السكر، يكون سكر أبيض حبيبات، وهشغل النار بقى واخليها على نار هادية خالص. أول ما السكر يدوب معايا هبدأ إن أنا أقلب فيه باستمرار، ما اسيبش إيدي خالص عشان ما يتحرقش معاكي السكر، ولو اتحرق معاكي السكر هيبقى الكراميل لونه غامق جدا وكمان هيبقى ممرر. تمام، انا هنا اهو عماله اقلب باستمرار لحد ما السكر يدوب معانا تماما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واول بقى ما السكر يدوب معانا تماما هبدا بقى ان انا اضيف قطعه من الزبده، بتعلي التست جدا. اول ما تدوب معايا هنزل بكوبايه الا ربع من الحليب، هيبدا ان هو يكتل معاكي بالشكل ده. قلبي باستمرار ما تقلقيش وهيفك معاكي وهيبقى زي الفل. تمام، لو فك معاكي ولقيتي ان اللبن كتل معاكي والكراميل كتل اديه ضربه في الخلاط، مفيش مشكله خالص. ده شكله هو سخن هدخله التلاجة يتماسك، وده شكله بقى بعد ما تماسك وبرد تماما. لو حابه صوص الكراميل يكون اتقل من كده حطي نص كوبايه بس من الحليب. تمام، يلا بقى نعمل صوص السينابون. معايا هنا نص كوبايه من السكر البودر، هحط عليها كوبايه من الحليب البودر، اي نوع انت بتحبيه مفيش اي مشكله خالص. هحط كمان ربع كوبايه من الكريم الشانتيه الخام، وهحط حوالي ربع كوبايه من الجبنه الكريمي، ممكن تستخدمي جبنه مثلثات، جبنه كيري، اي نوع انت حباه مفيش مشكله خالص. نص كوبايه من الميه المغليه، وهضربهم مع بعض كويس جدا في الخلاط. لو استخدمتي جبنه مثلثات يفضل انك تصفي الخليط عشان لو الجبنه مكتله معاكي بالشكل ده. هنا كانت قطعة جبنة شلتها بس خلاص. وده القوام بتاعه قبل ما يبرد هغطيه وادخله التلاجة لحد ما يتماسك معانا، وهتشوفوا القوام بتاعه في اخر الفيديو. معايا هنا بقى الحشو بتاع السينابون، 3 معالق كبار من السكر البودر، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وهحط حوالي معلقة كبيرة من القرفة. حابة القرفة اكتر كتريها، حابة الكاكاو اكتر برضو كتريه. النسبة والتناسب بتاعة القرفة والكاكاو دي حاجة ترجع لك انتي، مفيش مشكلة خالص. وكمان كده الحشوة جاهزة معانا. يلا مع بعض نشوف العجينة. معايا نص كيلو من الدقيق، معلقتين كبار من اللبن البودر، معلقتين كبار من السكر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة مليانة من الخميرة الفورية، 65 جرام من الزبدة، 2 حبة بيض، ومعايا فانيليا، ومعايا كوباية مية دافية للعجن. هحط كل المكونات الجافة على الدقيق وابدأ اشغل العجان بتاعي واخلط كل المكونات الجافة مع بعض. بعد كده هنزل بالبيض وهنزل كمان بالفانيليا، وهقلبهم بقى مع بعض. وهبدأ ان انا اضيف المية تدريجي، هتاخد معايا كوباية من المية. وحطيت كمان معلقه من الخل، دي مهمه جدا بتدي عشاشه حلوه جدا للعجينه. اول ما العجينه تماسكت معايا واتلمت كده وبقت عجينه متماسكه، نزلت على طول بالزبده الدايبه. لازم تكون دايبه بس مش سايحه ولا سخنه. تمام، وهبدا ان انا اعجن العجينه بتاعتي كويس جدا بالشكل ده. هحاول برضو ان انا اقرب لكم العجين كده وتشوفوا العجينه ما شاء الله اتلمت معايا. هسيبها تتلم كويس جدا وتتعجن حوالي 5 دقايق عشان العجينه معانا تبقى ناعمه وتبقى طريه جدا. شايفين هي قد ايه طريه؟ عايزه اقول لكم طراوه العجينه بتديكي نتيجه حلوه جدا جدا للسينابون. تمام، هبدا بقى ان انا المها كوره كده بالشكل ده. العجينه معايا ما شاء الله ناعمه وطريه وملساء وحلوه جدا جدا. هبدا ان انا المها كوره بالشكل ده واحطها برده في بوله العجان واغطيها بستريتش راب واسيبها تخمر. مش هتاخد معاكي تلت ساعه لان طبعا الجو حر، وهتخمر معاكي وهتبقى زي الفل. على الكاونتر او الرخامه رشيت رشه من الدقيق، رشه محترمه كده عشان العجينه ما تلزقش معاكي. وبعد كده حطيت العجينه بتاعتي ورشيت رشه برده من الدقيق، وهبدا ان انا افردها. طبعا لو انت حابه القطعه متساويه حاولي بقدر الامكان انك تفردي العجينه على شكل مستطيل. انا مش فارقه معايا لان طبعا كان في اطفال وفي كبار هياكل منه، فعادي سبتها قطع كبيره وقطع صغيره. القطع صغيره طبعا للاطفال وكده. بعد كده دهنتها دهنه كويسه جدا من الزبده الدايبه زي ما انتم شايفين كده. وكل ما تكتري الزبده على فكره السينابون بيبقى طعمه في منتهى الجمال، وخصوصا لو هي زبده بلدي كمان فلاحي بتبقى رهيبه. وحطيت الحشوه وهبدا ان انا اعملها رول بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بعد كده بقى على الاطراف هبدا ان انا احط شويه من الميه كده بصباعي عشان العجينه تقفل معانا كويس جدا. وهبدا ان انا اقطعها حجم القطعه طبعا حسب ما انت حابه، مفيش مشكله خالص. طبعا لو انت حباها قطع متساويه ومعرفتيش تطلعي العجينه معاكي بعد ما فردتيها مستطيله، ساوي الاطراف وارجعي عجنيها ولميها تاني وافرديها وهكذا، وهتطلع معاكي القطع متساويه وحلوه جدا.
هسيبها بقى لحد ما تخمر وتبقى معانا بالشكل ده. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 الرف السفلي لحد ما تاخد معانا لون من تحت وتستوي. هشغلها الشوايه تاخد لون وتطلع معاكي بالعظمه دي. عايزه اقول لكم هنا كانت بردت شويه، يعني كانت دافيه كده. شايفين قد ايه السينابون طري جدا فوق ما تتخيلوا. العجينه معانا عشان طريه، والعجينه الحمد لله ناجحه. السينابون معانا طري ازاي، عايزه اقول لكم في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم جدا، بس امشوا معايا على التركات والخطوات اللي انا قلت لكم عليها. طلعنا قطعه بقى احط عليها صوص السينابون. شايفين تقل وبقى جميل ازاي. اللهم بارك، تحفه جدا. عايزه اقول لكم بجد طعمه رهيب. هحط بقى صوص السينابون، واحط كمان شويه من الكراميل اللي حطيته كده في كيس تلاجة، وعملت له فتحه صغيره وابتديت ان انا احطه عليها بالشكل ده، وما قدرتش بقى اقاوم، نزلت عليها خلصتها. عايزه اقول لكم بجد في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي ان شاء الله تعجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.